اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسرة قناة المجلة تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. يعتقد الكثير من الناس أن الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس عليه السلام موجود على قيد الحياة إلى الآن، استنادا لمضمون قوله تعالى: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في هذه الحلقة سوف نتعرف على الحقيقة، وسوف نتعرف أيضا على قصة نبي الله يونس عليه السلام مع قومه. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. الذي علم من نسبه من الحديث ومن كتب التفسير والتاريخ أنه يونس بن متى، ويتصل نسبه ببنيامين أخي يوسف عليه السلام من أبيه وأمه. ذكر نبي الله يونس بن متى باسمه يونس في القرآن الكريم 4 مرات، في سورة النساء والأنعام ويونس والصافات، وذكر بوصفه ولقبه ذي النون وصاحب الحوت في موضعين من سورتي الأنبياء والقلم. جعل الله تبارك وتعالى عبده يونس بن متى نبيا ورسولا، وأرسله إلى أهل نينوى الذين كانوا في أرض الموصل بالعراق ليدعوهم إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وكان أهل نينوى عددهم أكثر من 100,000. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وكانت الوثنية وعبادة الأصنام قد انتشرت فيهم، وكان لهم صنم يعبدونه يسمى عشتار. فذهب نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى بالعراق امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وليبلغ رسالة ربه، فدعا هؤلاء المشركين إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فكذبوا وتمردوا وأصروا على كفرهم ولم يستجيبوا لدعوته. وبقي يونس عليه الصلاة والسلام بينهم صابرا على الأذى، يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم ويعظهم، ولكنه مع طول مكثه معهم لم يلق منهم إلا عنادا وإصرارا على كفرهم، ووجد فيهم آذانا صما وقلوبا غلفا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله تعالى وذا النون يعني يونس بن متى عليه السلام، والنون أي الحوت، وأضيف عليه السلام إلى النون أي الحوت لابتلاعه إياه. وقوله تعالى إذ ذهب مغاضبا أي ذهب مغاضبا لقومه من أهل نينوى لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا بدعوته، بل وأصروا على كفرهم وشركهم، وأبطأوا عن تلبية دعوته والإيمان به وبما جاء به من عند الله. ولا يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه
فهذا كفر وضلال، ولا يجوز في حق أنبياء الله الذين عصمهم الله وجعلهم هداة مهتدين عارفين بربهم. فمن نسب إلى يونس عليه السلام أنه ذهب مغاضبا لله فقد افترى على نبي الله، ونسب إليه الجهل بالله والكفر به، وهذا يستحيل على الأنبياء لأنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. حذر يونس أهل نينوى من العذاب إن لم يؤمنوا به ويتبعوا دين الإسلام، ثم خرج مغاضبا لهم لإصرارهم على كفرهم وعدم اتباعهم دعوته. ولما خرج عليه السلام وهو آيس منهم تغشاهم صباحا العذاب وصار قريبا جدا منهم. لما وعد يونس بن متى قومه بالعذاب بعد 3 أيام إن لم يؤمنوا به، وخرج من بينهم مغاضبا لهم بسبب كفرهم وإصرارهم وتماديهم في غيهم وضلالهم، سار حتى وصل إلى شاطئ البحر، فوجد قوما في سفينة في البحر، فطلب من أهلها أن يركبوه معهم، فتوسموا فيه خيرا فأركبوه معهم في السفينة، وسارت بهم السفينة تشق عباب البحر. فلما توسطوا البحر جاءت الرياح الشديدة وهاج البحر بهم واضطرب بشدة حتى وجلت القلوب. فقال من في السفينة إن فينا صاحب ذنب فأسهموا واقترعوا فيما بينكم. فأسهموا واقترعوا فيما بينهم على أن من يقع عليه السهم يلقونه في البحر. فلما اقترعوا وقع السهم على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، ولكن لما توسموا فيه خيرا لم يسمحوا لأنفسهم أن يلقوه في البحر، فأعادوا القرعة ثانية فوقعت عليه أيضا. فشمر يونس عليه السلام ليلقي بنفسه في البحر فأبوا عليه ذلك لما عرفوا منه خيرا، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت القرعة عليه أيضا. فما كان من يونس عليه الصلاة والسلام إلا أن ألقى بنفسه في البحر، لأنه كان يعتقد أنه لا يصيبه هلاك بالغرق، فلا يجوز أن يظن أن ذلك انتحار منها، لأن الانتحار أكبر الجرائم بعد الكفر، وذلك مستحيل على الأنبياء. وعلى هذا يحمل ما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتر الوحي عنه في أوائل البعثة هم أن يلقي بنفسه من ذروة الجبل، ولم يكن همه بذلك إلا لتخفيف شدة الوجد الذي حصل له من إبطاء الوحي عليه، لا للانتحار، فإنه حصل لكثير من الأولياء أنهم مشوا على الماء ولم يغرقوا. فمن حمل ما ورد في البخاري من هذه القصة أن الرسول أراد أن ينتحر فقد كفر. وعندما ألقى يونس عليه السلام بنفسه في البحر وكل الله تبارك وتعالى به حوتا كبيرا فالتقمه وابتلعه ابتلاء له على تركه قومه الذين أغضبوه دون إذن، فدخل نبي الله يونس عليه السلام إلى جوف الحوت تحفه عناية الله، حتى صار وهو في بطن الحوت في ظلمات 3 حالكة ومدلهمة، وهي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. مكث نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت 3 أيام، وقيل 7 أيام، وقيل غير ذلك. ولولا أنه سبح الله وهو في بطن الحوت وقال ما قال من التسبيح والتهليل للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ولبعث من جوف الحوت. قال تعالى في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس صلى الله عليه وسلم: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا يعتقد الكثير من الناس أن الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس عليه السلام موجود على قيد الحياة إلى الآن، استنادا لمضمون قوله تعالى: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إخوتنا الكرام، إن القول بأن الحوت الذي التقم نبي الله يونس عليه السلام لا يزال حيا استنادا لقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فهذا قول غير صحيح، لأنه قول محدث لا دليل عليه، ولا نعلم أحدا من أهل العلم بالتفسير أو العربية قال ذلك. والاستدلال بالآية على ذلك استدلال غير صحيح، فإن لولا حرف امتناع لوجود، أي امتناع تحقيق جوابها لوجود شرطها، يعني إذا وجد الشرط امتنع تحقق الجواب. فلما كان يونس عليه السلام من المسبحين امتنع أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فامتنع وقوع العذاب لما سبق في الكتاب. وحاصل ذلك أن يونس عليه السلام كان من المسبحين، ولأجل ذلك أنجاه الله من تلك الظلمات، ولم يلبث في بطن الحوت تلك المدة التي كانت مقدرة، لأنه كان من المسبحين. ثم لا علاقة لشيء من ذلك من قريب أو بعيد بحياة الحوت الآن، أو متى مات أو لم يمت، فكل هذا مبني على تقدير لم يحصل. بل يقال أيضا: المكث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون لا يلزم منه أن لا يزال الحوت حيا إلى يوم القيامة، فغير ممتنع أن يموت الحوت ويموت الإنسان في بطن الحوت ثم يمكث في بطنه إلى يوم يبعثون، كما يمكث الميت في قبره إلى يوم البعث.